لو قلت لك إن الموبايل اللي في إيدك ده دلوقتي ممكن يكون مصدر دخلك الشهري، ممكن ما تصدقنيش. من غير لابتوب ومن غير راس مال ومن غير خبرة كبيرة تقدر تبدأ أو تعمل دخل من خلال الموبايل. في الفيديو ده هقول لك طرق عملية تقدر تبدأ بيها من النهاردة. لو طبقت صح ممكن تبني دخل ثابت كل شهر. بس قبل ما نروح للشرح يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. أهم نقطة قبل ما تبدأ في أو قبل أي طريقة، لازم تفهم إنك مش بتدور على فلوس سريعة، أنت بتبني مهارة ومصدر دخل ثابت ليك. أي طريقة هقولها محتاجة التزام وشغل يومي وتطوير لو مستمر. لو مستعد نبدأ، يلا بينا. الطريقة الأولى هو مجال الفريلانس من الموبايل. تقدر تشتغل خدمات بسيطة جدا باستخدام الموبايل الخاص بيك، زي كتابة بوستات لصفحات أو إدارة حسابات سوشيال ميديا اللي هي بيسموها السوشيال ميديا مانجمنت، أو تشتغل في مجال الترانسليت أو الترجمة بس بشكل بسيط، أو إنك تشتغل في مجال التفريغ الصوتي، أو تشتغل في مجال تصميم الصور باستخدام تطبيقات زي كانفا أو أدوبي إلستريت أو فوتوشوب. تقدر تتعلم التطبيقات دي في وقت قليل وتبتدي تعرض خدماتك أونلاين. بس في البداية لازم تختار مهارة واحدة وتتعلمها في خلال مثلا أسبوع وتتقن المهارة دي، وبعد كده تعرض خدماتك في منصات العمل الحر زي اب تو وورك او مستقل او خمسات او فريلانس. بس قبل ما تعرض اعمالك على مواقع العمل الحر دي لازم تعمل بورتفوليو او بروفايل خاص بيك، يكون بروفايل قوي يشد العميل آه، ان هو يتواصل معاك علشان تنفذ له الخدمة دي. بس عايز اقول لك حاجة، اول عميل هو اصعب خطوة، بعد كده الموضوع بيكبر معاك وبيبقى سهل. طيب، تاني طريقة تقدر تشتغل في الافيليت ماركتينج او التسويق بالعمولة. وانا شارح فيديوهات عندي على القناة لمنصات تسويق بالعمولة ويعني ايه تسويق بالعمولة. خش على القناة وهتعرف يعني ايه تسويق بالعمولة وازاي تبدأ في المجال ده بدون اي راس مال. فكرة التسويق بالعمولة فكرة بسيطة جدا، انك بتسوق لمنتج، ولو حد اشترى المنتج ده من خلالك انك بتاخد عمولة فرق الربح ما بين سعر المنتج الاصلي واللي انت السعر اللي انت حاطه. طيب، تعملها ازاي بالموبايل؟ ممكن تنزل فيديوهات قصيرة تشرح فيها المنتج او تعمل ريفيو للمنتج، او برضو تعمل مراجعات كتيرة للمنتج، زي تعمل انبوكسنج للمنتج قدام الكاميرا وتعرف المشاهد او العميل ان المنتج ده هيحل لك مشكلة ما خاصة بيه. طيب، تقدر برضو تنشر محتوى مفيد في مجال معين، يعني تشوف نفسك بتعرف تعمل ايه، او تدور تشوف المجالات الاكثر مثلا بحثا على الانترنت وتعمل وتنزل فيديوهات تشرح فيها منصات او مواقع او اي حاجة. طيب، انك برضو تحط رابط خاص بيك في البايو الخاص بالفيديو ده كده، ده بيشد العميل ان هو يضغط على الرابط ويخش يشوف المنتج الخاص بيك. طيب، الطريقة الثالثة معانا النهاردة هي صناعة المحتوى أو الكونتنت كرييشن. صناعة المحتوى أو مجال صناعة المحتوى ده مجال سهل جدا ومجال في توسع كل يوم،
مليارات المستخدمين زي او على منصة زي منصة يوتيوب. خش شوف كام قناة وكام منشئ محتوى موجود حاليا على يوتيوب بس، بخلاف طبعا تيك توك، انستجرام، بعض المواقع التانية. صناعة المحتوى الموبايل بس كفاية تبدأ قناة يوتيوب أو تيك توك. طيب، تقدر تعمل محتوى عن مثلا الذكاء الاصطناعي أو التجارة الإلكترونية، أو تعمل محتوى عن طرق الربح من الإنترنت، أو إنك تراجع مواقع أو تجارب شخصية خاصة بيك، إنك تجيب منتج تجربه أو إلى خلاف ذلك. في مجالات كتيرة، في مجال صناعة المحتوى. بس المحتوى في الأول مش لازم يكون احترافي، المهم إنك تستمر. الاستمرارية هي سر النجاح. طيب، نخش في الطريقة الرابعة في فيديو النهاردة، إنك تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي حاليا بيلعب دور كبير جدا في أي مجال موجود. أي مجال لازم يدخل فيه ذكاء اصطناعي. طيب، الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدك في إيه؟ يقدر يساعدك في حاجات كتير، زي مثلا كتابة سكريبتات لفيديوهات. يقدر يساعدك برضو في إنك تجيب أفكار لفيديوهات تاني. طيب، ممكن برضو يساعدك في تصميم صور مصغرة لأي فيديو. تكتب عنوان عن طريق إن أنت بتكتب عنوان الفيديو وهو بيعمل لك صورة مصغرة للفيديو. طيب، ممكن برضو تحسن من خلال الذكاء الاصطناعي وصف للفيديو، إنك تدمج فيه كلمات مفتاحية أو يعمل لك هاشتاجات قوية وغير ذلك. في حاجات كتيرة الذكاء الاصطناعي بيعملها هتغنيك، أو يقدر يلخص لك شغلك في دقايق معدودة. ده بيوفر عليك وقت ومجهود وبيخليك تشتغل أسرع من أي حد. طيب، هديك خطة عملية إنك تعمل من خلالها دخل خلال 30 يوم. في الأسبوع الأول تتعلم مهارة واحدة بس، مهارة تكون مطلوبة في سوق العمل، زي الجرافيك ديزاين، الديجيتال ماركتينج إلى غير ذلك. تقدر تبحث وتشوف المهارات المطلوبة حاليا في سوق العمل وتتعلم مهارة. تركز على مهارة واحدة بس، دي مهمة جدا، تتعلمها وبعد كده تقدم على شغل. الأسبوع التاني إنك تقدم على شغل أو تبدأ تنشر محتوى خاص بيك. بعد ما تتعلم مهارتك تبدأ إنك تعرض خدمتك على مواقع العمل الحر زي ما قلت لك قبل كده، أو تنشر محتوى خاص بيك. الأسبوع الثالث إنك تطور نفسك وتبدأ تبني جمهور خاص بيك. كل ما القاعدة الجماهيرية بتاعتك أو الخاصة بيك تكبر، كل ما تعرف تعمل أرباح ويبقى ليك دخل ثابت. زي إن أنت ممكن تعمل متجر إلكتروني وتسوق وتنزل محتوى عن المتجر، هيجي لك عملاء كتير. طبعا أصبح بالتالي عندك قاعدة جماهيرية كبيرة. طيب، الأسبوع الرابع إنك تركز على تحسين الجودة بتاعة المحتوى أو المنتج وزيادة انتشار المحتوى بتاعك أو المنتج. لو مشيت بالخطة دي، أول دخل هيبدأ يظهر وهيكون ليك دخل ثابت من خلال الموبايل بس. مش هقولك إن أنت محتاج كمبيوتر أو لابتوب وهصعبها عليك وهقولك محتاج معدات ومايكات وي إلى آخره، لا. أنا بقولك طرق بسيطة تقدر تبدأها من الموبايل. طيب، هقول لك على أخطاء لازم تتجنبها علشان تستمر أو يكون ليك دخل. رقم واحد، إنك تستسلم بسرعة. دي غلطة كبيرة جدا، زي ما قلت لك قبل كده إن الاستمرارية سر النجاح. رقم اتنين، إنك تجرب 10 طرق مرة واحدة، لا. جرب كل طريقة على حدة. يعني تشوف طريقة وتركز عليها، ما نفعتش معاك تروح للطريقة التانية. بدال ما تشتت نفسك في 10 طرق مرة واحدة، لا، انت كده انتاجيتك هتقل والجودة بتاعتك هتقل. طيب، رقم 3 عفوا، انك تدور على الربح السريع. دي مشكلة كبيرة جدا بتواجه معظم اللي داخلين جديد او عايزين يعملوا دخل، ان هو عايز ربح سريع. لو عايز ربح سريع فانصحك ما تكملش الفيديو للنهاية. طيب، أنا بقول لك إنك هتعمل دخل ثابت شهري ليك، فمحتاج تتعب في الأول
علشان بعد كده تلاقي أو تحصد ثمرة مجهودك. رابع حاجة إنك تقارن نفسك بحد بقاله سنين في المجال اللي هتخشه أو أي مجال أنت حابب تخشه. ما تبصش للي بقاله 5 أو 6 سنين أو 10 سنين، لأ، ده بقاله فترة في المجال فأكيد عرف كل خبايا المجال وعرف يطور ويحسن من نفسه. وفي نهاية فيديو النهاردة أحب أقول لك الموبايل اللي معاك ممكن يكون لعبة وممكن يكون مصدر دخلك. الفرق مش في الإمكانيات، الفرق في قرارك إنك تبدأ. اختار طريقة واحدة من اللي قلت لك عليهم وابدأ من النهاردة. ويا رب تكون استفدت من فيديو النهاردة. لو استفدت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتشير الفيديو. ولو عندك أي سؤال تسيبه لنا تحت في الكومنتات. والسلام عليكم.